فيما يخص بسؤال علاقة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني الرئيس السوري، رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد، علاقة حزب العمال الكردستاني بالنظام السوري تعود إلى مطلع الثمانينات. وعبد الله أوجلان هرب من تركيا إلى سوريا في 79 قبل الانقلاب العسكري في تركيا، انقلاب أيلول 1980. وتواصل مع بعض الفصائل الفلسطينية، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لكن لم تكن تلك العلاقات يعني أو ما يمكن أن نسميها علاقات حتى. يعني النظام السوري وقتها كان مشغول، يعني في 80 81 82 كان مشغول في صراعه مع الإسلاميين ومع جماعة الإخوان المسلمين، وبالتوازي مع ذلك كان لديه خلافات مع النظام السوري، مع النظام التركي عفوا. النظام السوري كان لديه خلافات مع النظام التركي، وبالتالي النظام السوري كان يدعم كل الفصائل التركية اليسارية المعارضة التي لجأت إليه قبل انقلاب أيلول وبعد انقلاب أيلول عام 1981، ومن ضمنها حزب العمال الكردستاني. لكن التنسيق والعلاقة متى بدأت؟ وأعتقد أنه بدأت عبر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة مام جلال طالباني، وعبر الفصائل الفلسطينية التي كانت على علاقة جيدة. فصائل منظمة التحرير كانت على علاقة جيدة مع النظام السوري وقت ذاك، يعني تطورت هذه العلاقة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. وفي ذلك الوقت مقاتلي حزب العمال الكردستاني دخلوا في مقاومة شرسة للاحتلال الإسرائيلي، وسقط منهم قتلى بحدود 10 شهداء، ويمكن ما بين 15 إلى 20 مقاتل يمكن أسرى تم الإفراج عنهم فيما بعد، يعني أسرى لدى الإسرائيليين. ولفت الانتباه إلى نفسه حزب العمال الكردستاني وقت ذاك. حينها يعني نظام حافظ الأسد شاف أنه من الأهمية بمكان فتح المجال أو أمام هذا الحزب لينشط ليس فقط يعني في لبنان إنما في سوريا، ويحاول أن يستقطب الأكراد ضد تركيا. وهذا طرح استقطاب الأكراد السوريين وصرف أنظارهم عن قضيتهم الأساسية في سوريا وتوجيههم ضد تركيا، هذا طرح قديم، طرح يعني يعود إلى منتصف الخمسينات، تحديدا عام 1956 1957 بدايات التأسيس الحزب السوري الكردي الأول في سوريا، الذي كان مدعوما يعني من بعض التيارات القومية الناصرية والبعثية، بهدف أنه هذا الحزب يخلق قلاقل داخل تركيا، ليس أنه يكون المعبر عن الهموم وتطلعات الشعب الكردي في سوريا أو عن القضية الكردية في سوريا، لا. يعني فبالتالي تم تجديد هذا الموضوع مع حزب العمال الكردستاني. الفكرة والمشروع الذي كان موجود في منتصف الخمسينات أو نهاية الخمسينات وقت ذاك، تم تجديده في مطلع الثمانينات مع حزب العمال الكردستاني، وتم إفساح المجال أمام الحزب. ويعني المعسكر معروف، يعني معسكر الحزب كان موجود تحت في المنطقة التي يسيطر عليها النظام السوري داخل لبنان، منطقة البقاع. وعملية مرور الحزب والتدريب والجانب اللوجستي والتسليح ومعالجة الجرحى
قسم كبير جدا وقسم استراتيجي كان موجود في سوريا، بالإضافة إلى وجود زعيم الحزب داخل سوريا. الضغوطات على النظام السوري ازدادت في مطلع التسعينات. اضطر النظام السوري إلى إغلاق معسكر البقاع اللبناني في عام 1992، لكن حزب العمال والنظام أفسح المجال على إقامة 3 قواعد عسكرية في دمشق، يعني قواعد للتدريب العسكري والتدريب السياسي والأيديولوجي والعقائدي لحزب العمال الكردستاني. كان هنالك 3 قواعد أو 3 معسكرات داخل في دمشق، في ريف دمشق، بالإضافة إلى العقارات وحركة أوجلان التي كانت موجودة أو تنقلاته ما بين لبنان ودمشق والمحافظات السورية. علاقة عبد الله أوجلان بنظام حافظ الأسد بشكل عام كانت علاقة يعني وطيدة. يعني أذكر أنه حتى بالعودة إلى أرشيف حزب العمال الكردستاني إلى جريدته المركزية جريدة سرخبون في عام 1986 أفصح حزب العمال الكردستاني عن هذه العلاقة، وصار يمدح نظام حافظ الأسد على أنه نظام مقاوم ونظام يدعم حركات التحرر في العالم ونظام اشتراكي ونظام ديمقراطي ونظام يعني من هذا الكلام يعني الذي قيل في نظام حافظ الأسد قاله أيضا حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني ألم يكن يعرف أن هنالك أكراد مضطهدين، شعب كردي مضطهد في سوريا؟ كان يعرف. ما الذي يدفعه لهذا المديح؟ هو المصالح. الضغوط على النظام السوري ازدادت في نهاية التسعينات، واضطر النظام حافظ الأسد، حافظ الأسد وقتها كان مريض وكان يخشى على نظامه. تركيا صارت تهدد، تركيا تهدد بالحرب يعني وتحشد القوات على الحدود، وحافظ الأسد مريض وفي مرحلة متقدمة من مرضه، ولم يصل بعد إلى تهيئة بشار الأسد إلى الحكم، وبالتالي اضطر إلى التنازل ليس فقط عن حزب العمال الكردستاني في اتفاقية أضنة، بل تنازل عن لواء اسكندرون نهائيا للأتراك فقط لكي يجنب نظامه أي صدمة وربما يعني تطيح بهذا النظام، يعني أي صدمة عسكرية ربما كانت في 98 كانت ستوقظ يعني حركة المعارضة إسلامية يسارية في سوريا، ويعني يصبح النظام في خبر. كان حافظ الأسد كان ذكي، يعني ضحى باللواء اسكندرون اللي كان موجود أصلا تحت السيطرة التركية، وضحى بحزب العمال الكردستاني في اتفاقية أضنة، وخرج عبد الله أوجلان من سوريا في مطلع أكتوبر 1998. علاقة ودائما يعني حزب العمال الكردستاني حتى الآن وعبد الله أوجلان أيضا ينظرون إلى حافظ الأسد على أنه صديق الشعب الكردي. هذه الرؤية يعني هي مؤسفة وجارحة للكرد السوريين بصراحة، وهذه الرؤية أيضا لا تنحصر في عبد الله أوجلان. يعني الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة مام جلال طرباني هو أيضا ينظر إلى النظام السوري على أنه نظام صديق للشعب الكردي. كيف نظام صديق للشعب الكردي وهو يضطهد يعني 1.5 مليون إلى 2.5 مليون إلى 3 ملايين كردي في سوريا؟ يعني كيف هو صديق للشعب الكردي وفي تركيا وهو عدو للشعب الكردي في سوريا؟ لا، يعني لا يجوز ذلك. لكن الآن أيضا في الفترة الأخيرة مع الأسف الشديد بعد اندلاع الثورة السورية، يعني المصالح والمنافع والإرث القديم في علاقة حزب العمال الكردستاني مع النظام السوري جعله يجدد هذا التحالف مع نظام بشار الأسد ويدخل في تحالف جديد. هو طبعا ينكر هذا التحالف، ينكر هذه العلاقة، لكن
يعني المعطيات الموجودة على الأرض تفقع عين الشمس، يعني أنه هنالك تنسيق ما بين النظام السوري وحزب العمال الكردستاني، وهذا يعني شيء مؤلم ومؤسف بالنسبة يعني للكرد السوريين. هل يمكن أن نعتبر عبد الله أوجلان جسر ما بين العلوية السياسية في سوريا والعلوية السياسية في تركيا؟ سؤال مهم، لكن ينبغي أن نعرف يعني ما هي العلوية السياسية قبل أن نجيب حول يعني على هذا السؤال. العلوية السياسية مفهوم مرفوض يعني في سوريا على مستوى النخب العلوية، حتى المعارضة للنظام السوري، يعني نخب ثقافية، نخب سياسية، ترفض هذا المفهوم الذي طرحه المفكر السوري صادق جلال العظم. لكن العلوية السياسية في تركيا مشبعة على أكثر من مستوى، ويعني أتيت على ذلك في مقالات لي في صحيفة الحياة. عندما أتى مصطفى كمال أتاتورك وقلب نظام الحكم في تركيا من النظام السلطاني العثماني دولة الخلافة إلى النظام العلماني الجمهوري، أكثر من دعم هذا التوجه وهذا الانتقال هم العلويون. لماذا؟ لأنهم كانوا مسحوقين، مظلومين، مضطهدين، مقبوعين في عهد السلطنة العثمانية، وبالتالي أرادوا أن يجربوا الطرح الجديد، الطرح العلماني، الطرح المتأثر بالغرب، أرادوا أن يجربوه لربما يعني يكون أفضل من النظام السابق، النظام العثماني، دولة الخلافة والسنية السابقة. وحتى بعد أن قام مصطفى كمال أتاتورك بقمع العلويين في انتفاضة ديرسم، انتفاضة كردية علوية، سحق مصطفى كمال أتاتورك مدينة وقصفها بالطيران. حسب يعني الإحصائيات الرسمية في عام 1937 38 قتل بحدود 14,000 شخص في ذلك الحين، قبل الحرب العالمية الثانية. مصطفى كمال أتاتورك دمر مدينة علوية وشرد المئات الآلاف وقتل عشرات الآلاف، لكن مع ذلك بقي العلويون في تركيا أكراد وأتراك مؤيدين للنظام الجمهوري. لماذا؟ لأنهم كانوا يجدون السابق أسوأ من الحالي، يجدون عهد السلطنة ودولة الخلافة أسوأ من ما هي عليه الجمهورية التركية الأتاتوركية العلمانية التي تقتل العلويين أيضا. يعني العلويين كانوا ضحايا النظام السلطاني العثماني وكانوا ضحايا النظام الجمهوري أيضا، لكن العلويين لم يتخلوا عن ولائهم للنظام الجمهوري. الآن حزب الشعب الجمهوري في تركيا في أغلب قياداته هي علوية، تركمانية، كردية، تركية، وحتى عربية، موجودين في حزب الشعب الجمهوري. كمال كلجدار أوغلو هو علوي من أصول كردية، هو ينحدر من هذه المدينة التي سحقها أتاتورك. فصائل المعارضة التركية التي أتينا على ذكرها، جبهة التحرير التركية، جيش التحرير الشعبي التركي، حزب الشعب، حزب الشيوعي التركي، حزب العمل الشيوعي، كل الفصائل اليسارية، يسار الثوري التركي، كل هذه الفصائل قياداتها هم أغلبية علويين أكراد وأتراك، يعني ماهر تشايان، إبراهيم كايباكايا، حسين إينان، دينيس جازمش، كل هذه القيادات البارزة، قيادات اليسار التركي وقواعد اليسار التركي، هم علويين. وبالتالي العلوية السياسية في تركيا مشبعة، سواء على مستوى أحزاب السلطة في حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية التركية المتطرف، أيضا يوجد فيه علويين،
في أحزاب اليسارية المعارضة التركية. عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني في الآونة الأخيرة وأيضا صار ينتمي إلى هذه البيئة، وصرنا نلمس في حزب العمال الكردستاني بعض مؤشرات العلوية السياسية. يعني ماذا يعني أن يكون مصطفى قرسو مسؤول إعلام حزب العمال الكردستاني من عام 2002-2003 وحتى الآن؟ ماذا يعني أن يكون رضا ألطون وهو قيادي بارز مسؤول المالي ومسؤول العلاقات الخارجية أن يكون علويا؟ ماذا يعني أنه نائبة جميل بايك اسمه الحركي جمعة، نائبته السيدة أو المقاتلة أو المناضلة بسي هوزات أن تكون علوية؟ يعني هذه الأمور كلها لم تأتي هكذا بالصدفة، وأكيد لها مؤشرات وأكيد لها دلالات. ماذا يعني أن يتخندق أو يصطف حزب العمال الكردستاني في دعمه وتأييده للنظام السوري؟ صحيح هي المصالح، لكن هنالك شيء آخر أيضا ينبغي أن لا نغفل عنه، وهو يعني وجود بوادر أو مؤشرات لما يمكن أن نسميه العلوية السياسية داخل حزب العمال الكردستاني. وبالتالي دائما عبد الله أوجلان في كتبه وفي مراجعاته وفي رسالاته دائما يحصر علاقة حزب العمال الكردستاني والنظام السوري، يعني يحصرها في علاقة بين شخصين، بين أوجلان وحافظ الأسد، لا بين حزب ونظام. وهذا الشيء يعني بتقديري هو تقليل أو تخفيف من حجم هذه العلاقة المريضة والكارثية التي كانت وبالا على الكرد السوريين. ربما كان لهذه العلاقة منفعة لكرد تركيا، لكنها كانت يعني كارثية على الكرد السوريين. بخصوص مستقبل حزب العمال الكردستاني، بصراحة على الصعيد الشخصي أنا شخص أتأسف يعني بحكم أنه كان لدي تجربة مع هذا الحزب، أتأسف على واقعه، يعني أتأسف على هذه التضحيات وهذه الدماء التي تبذل في مكانها غير الصحيح. يعني ما فائدة الكرد السوريين إن بقي نظام الأسد؟ كل هذه الدماء التي بذلت دفاعا عن نظام الأسد، ما هي العوائد السياسية التي سيجنيها الكرد السوريون أو الكرد بشكل عام؟ يعني تخندق أو الوضع الحالي لحزب العمال الكردستاني يشكل بالنسبة لي على الصعيد الشخصي انزلاقا قيميا أخلاقيا سياسيا ومبدئيا، وانحرافا عن الأساس الذي وضعه الحزب لنفسه، عن دستوره مبادئه والمشاريع التي يعني قالها لنا، وبناء عليها صرنا نساند ونؤيد وندعم هذا الحزب ككرد سوريين على مستوى النخب والعامة. مآلات هذا الحزب للأسف الشديد يعني أصبح ورقة في يد القوى الإقليمية والقوى الدولية. يعني روسيا تستخدمه ضد أمريكا، أمريكا تستخدم الحزب ضد تركيا وروسيا، إيران تستخدمه ضد تركيا. يعني لم تبقى قوة إقليمية ولم تستخدم هذا الحزب، والحزب يرضى يعني وكأنه شركة متعددة الجنسية، ومع ذلك الكل يظلم هذا الحزب، يعني لا يعطيه حقه. يعني حتى الآن حزب العمال الكردستاني مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا وفي أمريكا، رغم أن الحزب في سوريا يقاتل بالنيابة عن الجيش الأمريكي. الحزب سيكون يعني سيبقى الوضع على ما هو عليه، اللهم إذا طرأت
أحداث كبرى، منها الإفراج عن عبد الله أوجلان، لأنه بتقديري الشخصي الآن عبد الله أوجلان يفكر وفق سياق ومنحى يختلف عن ما تفكر أو ما هي عليه قيادة الحزب في جبال قنديل. وبالتالي حل القضية الكردية في تركيا سيكون خطوة جدا مهمة وجدا استراتيجية في محاولة لملمة أو ملف حزب العمال الكردستاني. لكن إن بقي الوضع معلقا يعني وفق ما هو عليه حاليا، تركيا ترفض حل القضية الكردية، سيبقى هذا الحزب يعتاش على الأزمة. وفي كل الأحوال لا يمكن للقوى الإقليمية والقوى الدولية يعني سحق هذا الحزب. لابد من قنوات اتصال وقنوات حوار معه، لا مجال. يعني يستحيل 40 سنة 30 سنة لم تستطع تركيا استئصال هذا الحزب يعني من الجذور، ولا تستطيع أن استمر الصراع ل40 سنة أخرى. لكن ينبغي البحث عن مخارج لهذه، لأنه حزب العمال الكردستاني بصراحة أصبح يعني جزء من المشكلة، يعني بدل أن يكون يعني جزءا من الحل أو مساهما أو داعما للحل، أصبح جزءا من المشكلة. المشكلة السورية، المشكلة في تركيا، المشكلة حتى في العراق. الآن حزب العمال الكردستاني يخلق مشاكل لكرد العراق في منطقة سنجار، واستثمار الأزمات والتناقضات بين الأحزاب الكردية في كردستان العراق. حزب العمال الكردستاني يستثمر هذا الوضع، الخلاف بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، الخلاف ما بين حركة جولان والديمقراطي الكردستاني. المستفيد الوحيد اللي بيعيش على كل هذه التناقضات هو حزب العمال الكردستاني. وبالتالي عملية معالجة هذا الحزب يستحيل أن تكون بالطرق العسكرية، وقد أثبتت السنوات فشل هذا الأسلوب يعني التركي. يعني والناس كانوا يتفاءلون خيرا في حزب العدالة والتنمية وأردوغان، لكن اتضح أنه حزب العدالة والتنمية وأردوغان أيضا يعني مثل الحكومات التركية السابقة لم تخطو خطوات جادة نحو الحل. وبالتالي حزب العمال الكردستاني أيا يكن وضعه لا يمكن اقتلاعه، لأنه تجذر ضمن هذا المجتمع، والواقع الإقليمي والدولي يعطيه مبررات البقاء. هذه المبررات ما هي؟ بقاء القضية الكردية دون حل، الأزمات الموجودة في المنطقة، يعني سببين أساسيين لإنعاش واستمرار وديمومة هذا الحزب في أصعب الأحوال. يعني إن تمت استخدام كل وسائل القوى ضد هذا الحزب، سيبقى الحزب موجودا، سيبقى حتى الآن. يعني بعد سقوط نظام هتلر ما زال يعني أحزاب أو أشخاص أو توجهات أو تيارات موجودة ليس في ألبانيا، في أوروبا. تجد أنه هتلر كان شيء إيجابي. حتى الآن هنالك في روسيا من ينظر إلى ستالين بإيجابية كبيرة. يعني لا يمكن لأنه حزب العمال الكردستاني أصبح فكرة ومتجذرة. هذه الفكرة المتجذرة والمتفجرة أيضا يعني تعيش على التناقضات والأزمات، وبزوال الأسباب تزول النتائج. إذا تم إيجاد حل منصف وعادل للقضية الكردية، وتم إبطال مفاعيل الأزمات والتناقضات التي يعتاش عليها حزب العمال الكردستاني ويعتاش عليها الكثير من النظم والأحزاب التي تعيش على الأزمات، وقت ذاك يمكن الحديث عن دور إيجابي ومهم لحزب العمال الكردستاني في السلم الأهلي، في طي صفحة الحروب والأزمات في المنطقة، في تركيا بشكل خاص، وفي الشرق الأوسط بشكل عام.